فنانين ازيكم؟ قبل ما نبدا، اي حد يعجبه الشرح النهارده يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه عشان يدعمنا، لان بقالنا كتير القناه مفيش عليها تفاعل. وهنبدا ان شاء الله ننزل لكم دروس جديد. النهارده هنبدا نشرح درس عن الطبيعه الصامته والاشكال الهندسيه، لان مهمه قوي عشان تتقن القياسات وتتقن التظليل قبل البورتريه. اول حاجه قسمنا الورقه ككل خط في النص، قسمنا الورقه يمين وشمال، ده بنسميه المحور. وبدأنا نرسم أول حاجة بخط خفيف خطوط الترابيزة اللي تحت خالص بشكل مبدئي، ما تركزش خالص في التفاصيل في البداية. بعدها مسكنا أول عنصر اللي هو الكونو ده، عملنا حاجة اسمها محور كأنه بيعدي في نص المخروط أو الكونو ده، وبعدين في الآخر رسمنا نص كيرف، وبعدين قفلنا الكيرف ده من فوق من تحت يتلاقوا في النقطة اللي في مركز الكونو من قدام. الشكل بيطلع بكل بساطة، وبرضو ما تركزش في التفاصيل، ارسم بس الشكل الأساسي. بتحاول طبعا تعدل على قد ما تقدر، بس ما تخنقش نفسك قوي بالتفاصيل، لأن في مرحلة التظليل هنبدأ نضيف كل التفاصيل دي. ممكن تضيف في أماكن الظل طبقة بسيطة من التهشير، طبقة تظليل بسيطة خالص في أماكن الظل ده عشان برضو تبدأ تتخيل الشكل. ممكن كمان تحدد أماكن الظلال. بنركز بس على الحاجات الأساسية، الشكل كأساس، الجزء الغامق هيكون فين والفاتح فين، والظل اللي بيكون على الأرض أو الظل اللي بيكون من تحت الشكل. دي حاجات أساسية اللي احنا بنركز عليها في أول مرحلة في الأوتلاين. بعدها هنبدأ نرسم الشكل الشبه الأسطوانة ده. عملنا خط ستريت لفوق ولتحت، وبعدين عملنا خط مايل مع الكون. برضو الجزء ده هيبقى غامق، فنضيف طبقة تظليل بسيطة. اخر المستطيل او المكعب ده برضو هنعمل خط لفوق ولتحت مفيهوش اي زاوية ميل، وبعدين نبدأ نوصل الاتنين ببعض بخط مايل. المهم بقى ان الخط اللي فوق ده يكون برضو ماشي بنفس زاوية الميل بتاعت الخط اللي تحت، لان هما الاتنين في نفس السطح. بعد كده نعمل خط في الاخر ماشي بنفس زاوية الميل بتاعت الخط اللي في الاول خالص. والمفروض ان هما هيتوصلوا بالشكل ده، بس هيجي الشكل التالت اللي فوق هيقطع الخط الاساسي، فهيبقى متداري ورا الشكل اللي فوق. الشكل اللي فوق بقى عبارة عن برضو مخروط زي اللي تحت، بس في اسطوانة معدية في النص، فهنرسم المخروط كأننا مش شايفين الاسطوانة في الأول، وبعدها نبدأ نضيف الاسطوانة. رسمنا برضو نص قوس من تحت، ووصلنا خطين مع نهاية نص القوس يمين وشمال مع النقطة اللي فوق. طبيعي طبعا هيكون في أخطاء، ما تشغلش دماغك بيها خالص، ابدأ بس ارسم الخطوط الأساسية للشكل، وهنشوف هنعدل ده ازاي كمان شوية. هنا انت يهمك أول مرحلة ان الشكل الخارجي يكون مظبوط. أول خطوة مش مرحلة تفاصيل خالص، لو ركزت في التفاصيل مش هتعرف تركز على الشكل الخارجي أو الحاجات الأساسية. طبعا بنشوف ايه الأشكال اللي قدام، ونبدأ نمسح الخطوط بتاعت الأشكال اللي وراها، يعني الشكل اللي هيبقى أقرب للعين هو اللي هيبقى ظاهر كله، وكل ما الشكل يبقى ورا شكل تاني هيبدأ في أجزاء منه تختفي. هنا رسمنا خطين مايلين برضو يكونوا بنفس زاوية الميل، لأن هما اللي بيكونوا بيحددوا شكل الأسطوانة من فوق ومن تحت، فطبيعي هيبقوا ماشيين بنفس زاوية الميل مع بعض. قفلنا آخر الأسطوانة بشكل اليمين بكيرف، ونرسم في آخرها من الناحية الشمال شكل بيضاوي، لأن ده الجزء المقطوع اللي هيكون ظاهر السطح بتاع القطع بتاع الأسطوانة. ممكن الدرس ده يكون صعب شوية بالنسبة للمبتدئين، بس صدقوني
ان انت تشوف حاجة صعبة وتاخد منها ولو 50-60% من المعلومات، افضل ما تشوف حاجة سهلة وتكتسبها كلها. فلا، جرب حاجات صعبة هي اللي هتضيف لك معلومات جديدة. رسمنا الشكل اللي بيكون متداخل مع المخروط والاسطوانة بالشكل ده، ونبدأ بقى نمسح الخطوط زي ما قلنا الأساسية أو الخطوط اللي ورا اللي مش هتكون ظاهرة في الشكل الأساسي. فكده هنبقى وصلنا للشكل بتاعنا. الخطوة دي مش المفروض ان هي تاخد وقت كتير، زي ما انتم شايفين ممكن 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق تكون رسمت الشكل الأساسي، وبعدها تبدأ تزود تفاصيل مرحلة بمرحلة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. نبدأ نعدل بقى في التفاصيل الصغيرة. هتلاقي ان في كيرف مش مظبوط، في خط مش ستريت او مش يعني مش مظبوط شبه الصورة، تبدأ تعدله. هنضيف برضو كسرات القماش. فالتفاصيل دي نبدأ نضيفها واحدة واحدة دلوقتي، ولكن إياك تركز عليها في البداية، ركز على المجسم الأساسي. فنبدأ نضيف كسرات القماش على قد ما تقدر. تحددها عن طريق ايه؟ تحددها عن طريق أماكن الظل والإضاءة، دي أهم حاجة. فبنحاول الأماكن الغامقة هي اللي بتكون تحت كسرات القماش عشان بيكون عليها الظل. نبدأ نضيف لها تهشير أو تظليل بسيط، والأماكن الفاتحة هتسيبها بلون الورق. برضو ممكن تشوف الأسطح الكاملة اللي هيكون عليها ظل، زي السطح في الناحية اليمين من المفروض الترابيزة اللي عليها القماش ده كله هيكون غامق، فممكن نضيف طبقة تظليل كاملة على السطح الغامق، وهنفهم ده أكتر إن شاء الله لما نيجي نظلل. فزي ما قلت لك، لو في حاجة مش فاهمها مش مشكلة، خد المعلومات اللي تقدر تستوعبها دلوقتي وابدأ جمع معلومات بالتدريج. مش لازم تفهم كل الشرح مرة واحدة، ولو في حاجات مش فاهمها ما تقولش ان انت خلاص كده مش هتكمل، لا كمل وخد اللي انت فاهمه. مع الوقت هتلاقي ان انت بتجمع كل المعلومات. هنا رسمنا الكسرات اللي تحت المخروط، وحددنا كمان نص المخروط اللي تحت او اكتر من نصه كمان هيكون في ظل او غامق شوية. فنبدأ نضيف في الاماكن الغامقة دي طبقة بسيطة خالص من التظليل. احنا عارفين ان احنا في التظليل دايما بنبدأ بالاتش بي، وكمان في الاوتلاين بنرسم الاوتلاين خفيف بالاتش بي عشان دي معلومة مهمة. نرسم كمان قصرتين القماش اللي فوق دول، ولو في اماكن عليها ظل بشكل صريح ممكن تحددها بطبقة بسيطة من التهشير. ونبدأ نحدد بقى الخطوط الأساسية اللي احنا هنيجي نظلل عليها كمان شوية. فنبدأ نعدل تعديلات بسيطة في الخطوط الأساسية. برضو أماكن الظل أو اللي فيها ظل باين نضيف لها طبقة بسيطة من التهشير، دي حاجة مهمة. وزي ما قلنا نحدد الخطوط الأساسية اللي احنا هنكمل عليها بقى باقي الرسم، عشان عينك تبدأ تشوف الشكل اللي انت رسمته. لأن الأوتلاين المبدئي دايما بيكون باهت وفيه خطوط كتير داخلة في بعض، وده المطلوب ان هو يكون كده، يعني مش حاجة وحشة. لازم
الشكل الاساسي في الاوتلاين يكون فيه شخبيط وبتجرب وبتغلط عادي وتعدل. ولكن مجرد ما بدأنا نشوف الشكل نبدأ بقى نأكد على افضل خطوط عندي او الخطوط الاقرب للصح، ودي اللي انا هكمل عليها للاخر. ولكن ما تحاولش تعمل الاوتلاين من اول مرة بخطوط صريحة او خطوط حادة ان هي خلاص خط واحد وده الصح، ده مستحيل في الرسم. طبعا في الرسم الفري هاند اللي احنا نقصده. طبعا مش هنستخدم مسطرة والحاجات دي عشان ندرب مرونة ايدينا على الموضوع. يعني في اجزاء كتير ممكن تساعدنا فيها المسطرة، بس انا مش هستفيد حاجة لما استخدم مسطرة. انا عايز اعود اعصابي ان هي يبقى فيها موهبة اكتر، فلازم اتحدى الحاجات دي وابدأ اعملها بايدي حتى لو فيها نسبة من الخطأ، مفيش مشكلة. برضو الاسطوانة اللي فوق فيها جزء غامق او جزء فاتح. برضو نأكد على الخط ده. فكده الشكل الأساسي في الأوتلاين غالبا ظهر. طبعا درس التظليل لو ضفناه هنا هيبقى الدرس كبير قوي، وانا مش عايز الدروس تبقى اكتر من 15 او 20 دقيقة عشان تبقى سهل ان انتوا تطبقوا عليها. فان شاء الله هعمل لكم درس تاني عن التظليل على نفس الشكل. ففي مرحلة الاوتلاين احنا حددنا بس اماكن الظل والاضاءة عن طريق ان احنا بنسيب اماكن الاضاءة بلون الورقة ونضيف طبقة تظليل بسيطة على الاماكن الغامقة بحيث ان احنا نبدأ نتخيل الشكل. برضو معلومة مهمة في التظليل ان احنا بنبدأ دايما بدرجات خفيفة، ما نبدأش بدرجات غامقة، نبدأ بدرجات خفيفة. طيب نبدأ بدرجات خفيفة، نبدأ نظلل في اي شكل من مكان الظل ولا مكان الاضاءة؟ لا، نبدأ دايما في الجزء الغامق، لان الجزء الغامق هو اللي هيحتاج طبقات كتير او هيحتاج شغل كتير. الجزء الفاتح بيبقى اقرب للون الورق، فخلاص هو مش محتاج طبقات كتير، نسيبه لاخر مرحلة. هنا ما بنعملش حاجة جديدة غير ان احنا بنحاول نأكد على الكسرات اللي في القماش عن طريق ان احنا بنغمق شوية اماكن الظل. ممكن برضو طريقة تانية تفهمك الشكل ماشي ازاي، ان انت الاشكال الاقرب للاسطوانة او المخروط بتحاول تعمل فيها شكل بيضاوي بالشكل ده عشان تتأكد ان خطوط الاوتلاين مظبوطة ولا لا. عشان نتأكد ان القاعدة اللي من تحت في المخروط مظبوطة، وبرضو في المخروط التاني تتأكد ان الكيرف مناسب يعني. هنا هنزود جزء في الترابيزة عشان ما يبقاش نهايته مع نهاية المستطيل ده. وبس كده نبقى خلصنا الاوتلاين. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو حد مش فاهم اي نقطة ممكن يراجع الدرس تاني، واشوفكم ان شاء الله في درس التظليل.